في الفيديو بتاع النهارده هنعمل الكيكه اليوميه، كيكه الشاي بطريقه ناجحه جدا. وكمان هقول لك على السر اللي بيخلي الكيكه بيضه من جوه كده ومش غامقه. واستحاله تشمي زفاره للبيض في الكيكه بعد النهارده. بعد الفيديو ده هتلغى كل وصفات الكيكه اللي تعرفيها، وان شاء الله هتعتمدي الطريقه دي في وصفات. طريقتها سهله جدا ولونها ابيض من جوه مش غامق، وبتدوب في البق كده ذوبان، وطعمها حلو جدا ويختلف كمان عن اي كيكه جربتوها قبل كده. يلا بينا نبدا فيديو النهارده، بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الكيكه القمر دي هنعملها ازاي. اول حاجه في بوله كده هحط 3 بيضات، ولازم يكونوا بدرجه حراره المطبخ. وكمان هنزل عليهم بنص معلقه صغيره من الفانيليا، وكوبايه الا ربع من السكر. وهقلب كل المكونات دي كده بالمضرب. وهنا قدامكم طريقتين: يا اما تضربوا بالمضرب كده لمده 5 دقايق لغايه لما الخليط يبيض كده ولونه يفتح، او تعملوا زي انا ما عملت. انا طبعا تعبت من الضرب، ضربت حوالي دقيقه وجبت المضرب الكهربي ونزلت كده في الخليط وضربته لمده دقيقه كده بالمضرب الكهرباء. شايفين اللون والقوام؟ وفي الوقت ده نزلت عليهم بتلات ارباع كوبايه من الزيت، وبرضو قلبتهم كده مع كل المكونات. لازم اتاكد ان كل مكون اختلط بباقي المكونات. وهنا بقى السر بتاع الكيكه. سر الكيكه دي في لونها الابيض وان هي بتدوب كده في البق، ان انا معايا كوبايه ونص من الحليب بس دافي. جربوا كده الكيكه دي بالحليب الدافي، هتنبهروا كده من النتيجه. بجد نتيجه مرضيه جدا جدا. قلبنا كمان تقلبتين كده في الخليط، ونزلنا عليهم بكوبايتين ونص من الدقيق. وكمان هنزل عليهم بباكت من البيكنج باودر، ما يعادل 10 جرام، او معلقه اكل كبيره مليانه على الاخر. وما ننساش طبعا ذره الملح. بالمضرب بقى اليد وكده، وهبتدي ان انا اقلب الدقيق مع باقي الخليط السائل. بالسباتولا كده اتاكد ان كل دقيق اختلط مع المواد السائله. وبكون مجهزه جنبي صينيه مدهونه بالزبده والدقيق، مرشوشه بالدقيق او متبطنه بورقه الزبده، وهنزل فيها كده بالخليط، خليط الكيكه. والصينيه دي مقاس 30 في 20. وفي الوقت ده بكون مولعه الفرن على درجه حراره 180، وبدخل الصينيه دي الفرن، وبتاخد معايا من 25 ل 30 دقيقه على حسب مواصفات الفرن بتاعك. بخبط الصينيه كده خبطتين وبدخلها على الفرن على طول. وده بيكون شكل الكيكه بتاعتي، واخدت معايا في الفرن حوالي 30 دقيقه. وفتحت لها الشوايه في اخر دقيقتين كده لحد ما خدت اللون الذهبي ده. قدموها بقى زي ما انتوا عايزين. انا هدهنها بمعلقه كبيره كده من مربى التين او مربى المشمش او العسل النحل متوفر عندكم. قدموها بقى بالطريقه دي، هتعجبكم جدا الطريقه دي في التقديم. رشوها كده بجوز الهند وقدموها دافيه جنب الشاي في العصاري كده، او مع الفطار الصبح، بتكون طعمها في منتهى الجمال. هنقطعها كده قدامكم عشان تشوفوا قد ايه ان هي طريه وبيضه كمان من جوه مش غامقه، وبتدوب في البق كده ذوبان وانتوا بتاكلوها. ولو عايزين الارتفاع بتاعها يكون اعلى من كده، حطوها في صينيه يكون مقاسها اصغر من الصينيه دي. بس انا بحب ارتفاع الكيكه يكون الارتفاع اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الجمال والحلاوه؟ شكلها حلو جدا ولونها ابيض من جوه كده وفاتح. بالتاكيد لو جربتوا الطريقه دي هتلغوا كل وصفات الكيكه اللي انتوا تعرفوها. هقطع لكم حته كمان كده بالشوك عشان تشوفوا زي النايت بالظبط. طعمها حلو وشكلها حلو وكمان خفيفه جدا. وبكده بنكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى كمان تجربوا الكيكه دي وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وحابه افكركم لو انتوا جداد على القناه، تنزلوا تحت الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديده اول ما بنزلها.